علشان تقدر تعود في النتيجة قدام فريق زي بوركينا فاسو بدل المرة 2 لازم تكون مقاتل محارب، لازم تكون جزائري. الجزائر بيتعادل 2-2 في الوقت بدل الضايع في اخر نهاية المباراة، بعد ما كان متأخر مرة 1-0 بيتعادل 1-1 وبعد كده بيتعادل 2-2. مباراة قوية جدا من المنتخب الجزائري رغم الأخطاء الدفاعية، رغم القرارات الغلط داخل الملعب من بعض اللعيبة في خط الدفاع، الا ان المنتخب الجزائري قدر ان هو يشكل خطوره كبيره جدا وعمل الشوط الثاني شوط شرس جدا قوي جدا هجوميا، بيقدر ان هو يعود بالنتيجه ونقطه تخلي المنتخب الجزائري في حظوظه اكبر، سواء يصعد اول سواء يصعد ثاني سواء يصعد ثالث، عنده بدل الحل 2 و3 ان هو يقدر ان شاء الله يصعد، ونتمنى ان هو كمان يعني المباراه اللي جايه يكسب ويبقى اول المجموعه، ده لو قدر ان شاء الله. فالمنتخب الجزائري بيقدر ان هو يرجع في النتيجه وبيقدر يحافظ على النقطه او يقدر ياخد نقطه من المباراه، وبيقدر يقدم عرض قوي جدا من افضل الاشواط اللي شفتها بعد شوط منتخب مصر مع غانا الشوط الثاني. شوط منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو الشوط الثاني كان قوي جدا، المنتخب الجزائري ضيع فرص كتير جدا وشكل خطوره كبيره جدا، كان في لعب من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال، كان في اداء، كان في روح، كان في قتاليه من اللاعيبه الجزائريه. الخطا اللي كان موجود الدفاعي في الشوط الثاني هو الخطا الوحيد تقريبا، هم كورتين او 3 اللي راحوا لبوركينا فاسو، كره الهدف اللي في الشوط الاول وكان تمركز خطا من المدافعين، وكره الهدف الثاني اللي جت من ضربه جزاء وكان قرار غلط من المدافع، وفي كام كوره بعدها مناوشات كده من بوركينا فاسو. لكن غير كده المنتخب الجزائري قدم عرض قوي جدا، قدم عرض يليق بيه. ان شاء الله المباراه الجايه يكسب، وان شاء الله هتشوف المنتخب الجزائري في تصاعد ونشوف اداؤه افضل من كده. زي ما قلت ده من افضل الاشواط اللي شفتها في البطوله، المنتخب الجزائري بيقدم شوط قوي جدا رغم التعادل، الا ان المنتخب الجزائري قدم اداء بطولي، اداء قوي. الناس هتقول ان انت فرحان ان هم خدوا النقطه، طبيعي ان كان خلاص المنتخب الجزائري هيخسر المباراه والمباراه هتخلص 2-1. المنتخب الجزائري بيعود وبيقدر يسجل هدف وبيقدر يتعادل وياخد نقطه، عنده نقطتين، المباراه الجايه ان شاء الله يكسب يبقى عنده 5 نقط ويصعد من المجموعه ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بيشوف قناتي تشترك في القناه وتفعل الجرس وتسيب لايك وكومنت الفيديو، وان شاء الله يوصلك كل جديد.